بالله من الشيطان الرجيم. قطرات الندى. سلوان محمود. إذاعة شرق الأوسط من القاهرة، ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. عاوزة تحس بيومك ويكون كله طاقة؟ تابعي قناة بيوتنا بكل بساطة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا كده مع بداية الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونلم حسنات حلوة كتير. يا صباح الفل والنور والبنور عليكم وعلى عيونكم وعلى أولادكم وعلى حبايبكم وعلى كل اللي بتحبوهم يا رب. صباحكم زي السكر. صحيت فتحت الشبابيك وهويت الشقة كده. بصوا الجو اليومين دول عندهم انفصام في الشخصية كده، والجو بايظ ومدربك وحالته بالبرد. نعمل ايه بقى؟ نهوي الدنيا، لان يوم صيف، يوم شتاء، يوم ساقع، يوم حر، يوم بارد، يوم سخن، فدوشه. عملت كوبايه كرك. عايزه اقول لكم الولاد كلنا كنا صايمين، وانا اللي جنبي وجعني بقى وما بقتش قادره اصوم عشان كميه الماء اللي بشربها قليله. قلت ان شاء الله بقى اروح اشوف الدكتور، رجعت الحصوات تاني ولا الحصوات زي ما هي ولا مشيت ولا ايه. كان في حصوتين كده على الكلى صغننين، فقلت اما ارجع اروح اكشف بقى واشوفهم بس بعدين ان شاء الله. فما صمتش. فالمهم بقى هنا دلوقتي هعمل ايه. ابو سيف راح جاب لنا بتنجان رومي وبتنجان ابيض علشان هعمل محشي اشكلهم، وجاب كنتالوب. على فكره انا مش من الناس محبين الكنتالوب يا جماعه، ما بحبوش. المطبخ نضيف شويه بس عايز فين اللي هو فيه معين، عايزه اتلم. غسلنا الجرجير اللي جابه ده، توم انا بقشر فيه. دي ايه دي؟ ده تقشير بصل، شويه ما كانت بتقشر بصل. خضار، شويه مواعين، كل ده عايز يتلم، ودول في حاجات عايزه تتلمي بس الحوض يعتبر نظيف، ما بيرموش في زباله. بس هنظبط حالنا ونجهز اكلنا. وعامله التخديعه انا من امبارح ومجهزاها اهي تمام، وهحط عليها الخضره. مسكت المحشي وقعدت حشيته، ونسيت اقول لكم بقى ان انا حشيته وخلصته وحطيته على البوتاجاز، وكان ورايا مشوار قمت اعمله. كان عندي حته ليه عملته بيه ارديحي بقى من غير لحمه. عايزه اقول لكم سبحان الله بسم الله ما شاء الله، احلى حاجه في مصر ان البني ادم لما يبقى شغال مندوب مثلا ومش لاقي لقمه يا عيني ياكلها، يلاقي فرن فينو زي كده صغننه كده اهو حلوه، ويروح واقف عليها يجيب له قرصايه بجنيه ولا ب5، كانت بجنيه بقت ب5 جنيه، ويروح يعني ايه ماشي يروح واكلها وهو واقف اهو. ده يعني جه كده وخدها وقعد مع السيجاره بتاعته وراح واكلها. ما شاء الله، هو دي احلى حاجه في مصر، ان هي دايما حاسه بالناس الغلابه وحاسه بالحاجه الحلوه. تلاقي الاسعار عندهم حلوه متفاوته وسعرها كويس ومعقول. بصوا التليفونات يا جماعه في شارع الحلماني ده، وبصوا عليها في الضوئيه الجديده ما شاء الله. دي الحاجات القديمه قوي ودي الحاجات الجديده اهي ما شاء الله شكلها حلو. دي الالياف الضوئيه الجديده بتبقى اسرع شويه. رجعت بقى متاخر، الولاد كانوا صايمين ففطروا مع نفسهم تمام واكلوا كده هون والكلام ده كله. فطبعا ما صورتش الاكل، ما اكلتش معاهم، كنت سبته لهم على البوتاجاز وقلت لهم كلوا براحتكم. انا زي ما قلت لكم مش قادره اصوم، بشرب ميه كتيره قوي، فان شاء الله يومين كده يا رب قويني يا رب واكملهم. المهم البيت كان بصوا فوق بعضي وكان في حاله يرثى له، يعني بصوا مقلوب قلبه كده. يا دوبك البنات روقوا المطبخ، كنسوه مسحوه، غسلوا المواعين مكان الاكل وغسلوا مكان الطبيخ والكلام ده كله، والبيت مقلوب. قلت لهم خشوا ذاكروا وخلصوا مذاكرتكم اللي انتوا بتعملوها وخشوا ناموا. وانا همسك البيت اروقه. مسكت البيت بقى مع نفسي كده، عارفين خدت فيه بتاع ايه، خدت يعني في الريسبشن كله كنس ومسح وتنظيف والكلام ده كله. يعني خدت حوالي ساعة ونص، لاني كنت ماشيه على مهلي وكان في حاجات بقى مش في مكانها وبرجعها مكانها، وحاجات مش موجوده بجيبها. ودخلت جبت الغيار ده من العيد ما غيرتوش، اللي هو فرش بتاع الكنب غيرته. وبصوا ورق البونبوني بتاع روفي في كل حته، ربنا يهديهم يا رب يصلح حالهم. المهم بقى اليومين دول في نمل كده غريب كده بيظهر ويمشي تاني، يظهر ويمشي تاني. فبقول لابو سيف بيظهر في اليومين اللي بيبقوا برد شويه، واليوم الحر بيروحوا ماشيين. يظهر في اليوم البرد، بعد كده يوم الحر يروحوا ماشيين طالعين استكشافي، يشوفوا الشقه بقى فيها حد ما فيهاش حد مش عارف ايه، يشوفوا بقى الدنيا. فانا قلت للايمان جروب جبنتي جبنه وشوكولاته، ايمان بتاعتي الجبنه، قلت لها عايزه بنت منك حاجه للنمل. جابت لي حاجه كده يا رب تنفع يا رب. انا بعملها كنوع من انواع ايه اللي هو الحرص تمام، ان الحاجه ما تخرجش اصلا. كنت بجيب
اللي هو بتاع الكحه ده، مش فاكره اسمه ايه والله، الدواء بتاع الكحه ما علينا، دواء كحه كده بيتجاب من الصيدليه بس بطل ينزل. عايزه اقول لكم كان خطير، كنت بحطه في شويه ميه مع في بخاخه وابخ بيه بقى على الرخام عادي، وابخ بيه على البتاع، وابخ هنا وابخ هنا. دواء علاج عادي، فما كانش بيضر، وكأمان ان ما يظهرليش نملايه كده ولا نملايه كده. فدلوقتي الواحد مش بيلاقيه والله، ما فاكره اسمه ايه، اسمه اللهم صل على النبي لما افتكر بقى. ما علينا. مسكت الشقه مسحتها وظبطتها وكنست وروقت، وبعد ما مسحت سبت الدنيا نشفت، ابتديت بقى بالبخاخ اللي جايبه لي ايمان دون، وابتديت ان انا ابخ ايه بقى في الاركان وتحت الابواب وبين الخشب وفي المفصلات بتاعه البيبان وعلى الوزر. على الوزر جامد قوي هنا هون، وفي البتاع هو لونه مدي على بيج كده، مش مشكله حتى لو ادى لون كده هو انا بقى انا ايه بعد كده اشيله. وعلى الوزر وعلى الحلوق بتاعه البيبان من فوق، وفي المفصلات بتاعه البيبان وورا الكراسي وتحت الكنب وتحت السجاد في حتت معينه كده، مثلا لو انا حاسه ان فيها نمل او حاجه. وخليت الشقه فله بربرق يا عيال، وريحتها حلوه كده، ورحت بقى ايه فسك معطراها، خليتها ريحتها حلوه وجميله، وقلت اسيبها بقى ايه حلوه وناديه لبكره، يعني اصحى الصبح الاقي البيت نظيف ورايق. يا رب ما يقلبوهوش ويعوجوه، ويا رب ما اصحاش الاقيه مقلوب، علشان شقايه وتعبي ما يروحش بجد. العيال ربنا يهديهم، يعني مسافه ما تروقي في الشرق تلاقي الدنيا باظت في الغرب، ما تعرفيش في ايه. قلت هروق. انا دخلتهم ناموا، وقعدت قدام التلفزيون شويه، ورحت بعد كده رحت داخله ايه نايمه انا كمان. يعني انا بسجل لكم دلوقتي وانا داخله انام ان شاء الله. حطيت على السفره طبق الفاكهه وحطيت فيه الفاكهه والورداتي حبيباتي كوميل خالص. عايزه اقول لكم ان انا بعشق حاجه اسمها ورد، تمام. ولما الورد بتاعي ده بيدبل وما بيبقاش فيه ورد في البيت، بحس يعني ان انا متضايقه. عارفين لو بقعد يومين 3 كده على ما اخد ان البيت ما فيهوش ورد تاني، يعني عارفين اللي هو لا انا حابه الورد في البيت. في ناس ما بتحبوش، لا انا من الناس اللي بتحبه. فبعد ما بيدبل مني وبيموت بحس ان انا زعلانه قوي 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 قوي. مش عارفه كل الناس زيي ولا انا بس. مسكت الترابيزه دي برضو ورحت مسحاها، وكان يعني شلت كل حاجه عليها، العيال كانوا مليطينها ودي برضو كانوا مبهدلينها. روقت ومسحت وغيرت المفارش كلها، ورحت حاطه المفرشين دول قصاد بعض كده شبه بعض بالبفات اللي تحت في الارض، و نظفت الدنيا خالص كده، خليتها فل. اهم حاجه ان انا امن نفسي من النمل علشان ما يطلعليش تاني. يا جماعه احنا مع بدايه الصيف اهو، خلاص شم النسيم قرب، بعد شم النسيم ده هيبتدي الصيف بقى، الربيع بالصيف بالزعابيب بالحشرات باللقاح بجيوب لنا الانفيه هتتعبنا وتوجعنا. فظبطوا حالكم كده، اي رش رشوه. بصوا الهدوء والروقان جمال، يا رب تفضل نضيفه للصبح. المهم زي ما بقول لكم الحقوا نفسكم كده باي رش انت متعوده عليه او حاجه. اكتوميسرين تقريبا دواء الكحه كان اسمه كده، افتكرت. فبجيبه انا كان بيبقى امان. بصوا الارض المطبخ نظيف وفله، البنات كانسينه ومسحينه واسم الله عليهم، ربنا يحفظهم، غاسلين مواعين ومرتبين الدنيا، بس برضو سايبين المطبيه مفتوحه. يعني برضو هنلف وندور ونلاقي المطبيه مفتوحه، مش عارفه مالها. يعني انا ما كنتش عملت الباب يا جدعان، كنت قلت للراجل ما تعمليش باب. ربنا يهديهم يا رب. بس والطرقه كنستها ومسحتها برضو خليتها فله، ولميت الشوزات عشان الطرقه دي دايما بتكعبل فيها وبقع بسبب الشوزات. طفينا النور ونروح نتفرج على التلفزيون. بصوا دكتور نقيب الاطباء الدكتور مع اسامه عبد الحي طالع بيتخانق مع عمرو اديب، لان الدكاتره بيطلعوا ويتعينوا وياخدوا بعضهم يخلعوا، تمام، ويشتغلوا بره. بعد ما يشتغلوا بره يرجعوا بقى مصر، يقول لك ايه، يطلبوا بتعيينهم، احنا عايزين تعييننا، احنا عايزين معاشنا، احنا عايزين حاجتنا، ويفضلوا ايه يحلبوا البلد. تمام. انت دلوقتي عمرو اديب بيقول له ازاي، يعني يقول له حرام يشتغلوا تكليف ويشتغلوا 12 ساعه في اليوم، امال عايز تشتغل كام ساعه حبيبي؟ انت دكتور، انت قبل ما تحط حضرتك بتشتغل، انت داخل المهنه كخدمه للناس، كخدمه لربنا سبحانه وتعالى، لان انت طبيب الملائكه اللي بينقذوا الناس. انت فين القسم وفين الرساله اللي انت بتقدمها؟ يقول لك بيهاجروا علشان التكليف هناك احسن. يقول له امريكا اللي بيهاجروا لها دي بتخلي الطالب ياخد قرض من البنك ويدرس ويسدده للدوله. هنا مين اللي بيسدد تعليمه للدوله؟ تعليم ايه اللي بتسددوه للدوله؟ دروسكم وملازمكم وكتابكم وكراريسكم هناك بيدفعوها برضو، لكن عشان يدخل الجامعه بيدفع دم قلبه. بجد بجد في انانيه في الموضوع على فكره. كل بني ادم دلوقتي بقى باصص لنفسه، ما باصصش للناس اللي حواليه. الدكتور من دول يبص لنفسه، يقول لك اصل انا مش لاقي، اصل التكليف، اصل النبطشيه، اصل مش عارف ايه، وعمال يطلع له في اعذار. الصراحه ما قبلتهاش. انت
دخلت دكتور ودخلت كليه الطب واتحسبت علينا دكتور في بلدنا، ما تروحش تخدم غيرنا، اخدم اهل بلدك. فكرت في نفسك وسبت امك وابوك واخواتك البنات واخواتك الصبيان ودولتك ورحت تعالج ناس تانيين عشان تبص لنفسك، عشان تحوش لك قرشين وتعيش بره وتعيش في وسط الامريكان. استغفر الله العظيم يا رب. الناس بتبص لنفسها ليه؟ ما بنبصش لبعض ليه؟ بصوا بقى، ده بقى دلوقتي اشتراكات بالرجال اعمال وملتقى مجلس الاعمال المصري. بتوع مصر طالعين بره وبتوع بره جايين مصر. ايه اللخبطه دي يا جدعان؟ ايه اللخبطه دي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو مصر لو وحشه رجال الاعمال دول هيجوها ليه؟ لا اله الا الله. هتقولي لي عشان فرق العمله؟ طب ما تنجزوا انتوا وتعملوا لبلدكم سعر. حجه العيال دي مش حلوه يا جدعان. هنوصل للي وصلت له فلسطين وسوريا والدول التانيه. البلاد التانية دي وقعت ليه؟ وقعت ليه؟ قولوا لي وقعت ليه؟ وقعت لان عيالها مش قادرين يستحملوا واستسهلوا واختاروا ان هم كل واحد يجري بنفسه. والحق نفسي، ملعون ابو البلد لابو اللي فيها. محدش واقف جنب بلده وساعدها. البلاد كلها بتقع حوالينا. يعني الجاليات العربيه هي اكتر جاليات بره في الدول الاجنبيه يا جدعان. ليه كده؟ ليه كده؟ لا اله الا الله. بصوا بيكلموا هنا على المصريين اللي عملوا برضو استثمار في السعوديه. اللي والله اللي جاهرني اللي بيسافروا بره دول وبيلاقوا نفسهم بقى بره وبيكسبوا، ما بيجوش يشيلوا بلدهم شويه ليه؟ ما بيجوش يستثمروا هنا ليه؟ ليه برضو بيستثمروا بره؟ لا لا لا. لو بنلاقي مصريين راحوا بقى تركيا واشتروا شقق، راحوا هنا واشتروا شقق، راحوا مش عارف فين واستثمروا في العقارات، استثمروا في ايه يا جدعان؟ ومصر يا جدعان بلدكم يخربي. يا جماعه الفيلم دون بتاع شارع الحب بتاع عبد الحليم حافظ منعم اللي راح المعهد وعلموه، وهو دلوقتي راجع من المعهد اهو مستقبلينه. بصوا افلام زمان كانت بتبين ايه؟ كانت بتبين ان احنا لازم نقف جنب بعض، وان الشعب المصري ايد واحده، وشحاتين ومش لاقيين ياكلوا وعلموا منعم وقفوا جنبه عشان يدوله شهاده وبيحبوه، وكلهم وقفوا جنبه لحد ما وصل. دلوقتي الافلام والمسلسلات اللي طالعه والميديا الجديده بتشوه صوره العرب وبس، ما بيعملوش حاجه حلوه في اي دوله. في اي دوله يعني انا بقيت بشوف دول الخليج البنات اللي كانت ملتزمه بالحجاب والعبايات ومش عارف ايه، بيطلعوهم دلوقتي بصور اسفاف وصور لبس وعري وشعر باين واحنا بيبينوا المصريين بيتكلموا بطريقه وحشه وهم مؤدبين وذوق، زي بنت احمد زاهر اللي هي اسمها ملك تقريبا، ملك. بيكلموها بيقول لها ايه الكلام والطريقه الوحشه اللي انتوا كنتوا بتغنوا بيها بتتكلموا بيها في مسلسل سيد الناس. انا شفت البوست على الفيسبوك، فتقول لهم احنا نزلنا الشارع المصري ولقينا الناس بتتكلم كده. يا مؤمنه يا مؤمنه يا مؤمنه، حرام عليكي، بتشوهي صوره بلدك وصوره ولاد بلدك قدام الناس. المصريين اللي بيتكلموا انت مش عارف ده، ما فيش حد في المسلسل ما حدش اتريق عليه بطريقه كلامه وشلاضمهم اللي نفخينها. احنا ما بقيناش نعرف الممثله من الممثله، والله ما بقينا نعرف البنت من البنت دي ولا الممثله دي من الممثله دي، لانهم كلهم بقوا شكل واحد، نفس نفخه الشفايف، نفس سحبه العينين، نفس تصغيره المناخير. عمليه التجميل خربتكم يا جماعه. التمثيل زمان كان هدف وكان فن، كانت الناس بتتفرج علشان تستفاد حاجه معلومه. دلوقتي بنستفاد ايه بقى؟ قله الادب وطريقه الكلام السوقيه الشعبيه اللي بصوا مش هنقول واحد من مليون موجودة في بلدنا، 1 من مليون. فعارفين اللي هو بجد وصلوا لولادكم وللعالم حاجة أحسن عن بلادنا. لا إله إلا الله.